زمان المبرمج كان قدامه طريقتين بس عشان يعمل فلوس، يا اما يشتغل في شركه من الساعه 9 لحد الساعه 5، يا اما يدور على عميل في مواقع العمل الحر ويفضل معاه لحد ما يخلص له الموضوع والموضوع انتهى على كده. الكلام ده كان زمان. دلوقتي في 2026 مع الادوات اللي اتطورت وحتى ادوات الاي اي اللي طلعت كتير، فبقى حرفيا عندك طرق كتير انك تعمل بيها فلوس، وده اللي هنتكلم فيه في فيديو النهارده ان شاء الله. مصادر الدخل المبرمج كترت قوي وتقدر تعمل كل ده وانت جوه البيت. الحاجه اللي بنسميها مالتي ستريم اوف انكم. في الفيديو ده مش هكلمك في كلام نظري، هكلمك على اهم 6 حاجات تقدر كمبرمج تعمل بيهم فلوس من البيت، والست حاجات دول فيهم الشغل في الشركات وكمان العمل الحر. الحاجات اللي هقول لك عليها النهارده هي الحاجات اللي هتنقلك من مبرمج بياخد فلوسه بشكل قطاعي لحد صاحب بيزنس صغير وتقدر تدخل فلوس كل شهر ودخل مرتفع كمان ان شاء الله تعالى. جهز ورقه وقلم ودوس اللايك المتين ويلا بينا. اول حاجه هنتكلم فيها هي المايكرو ساس او انظمه الساس الصغيره. ده في وجهه نظري هو زي ما بيقولوا كده الحصان الاسود في 2026. بدل ما تبني سيستم ياخد منك سنه شغل، لا انت هتبني سيستم هياخد منك بالكتير شهر، شهرين، 3 شغل بمساعده الاي اي، بيحل مشكله واحده في قطاع محدد. مثلا انت هتعمل سيستم بيطلع اي منيو للمطاعم للكافيهات وهكذا، او اداه بتنظم مواعيد الدروس، او اداه بترفع عليها الدروس، او اداه بتحصل بيها الفواتير، او اداه بتتبع بيها المندوبين. في افكار كتير قوي، ولو دخلت على الاي اي هيطلع لك افكار اكتر بكتير من اللي انا قلتها لك. طب الحاجه دي انا بكسب منها ازاي؟ الحاجه دي الناس بتخش تشترك فيها ب5 او 10 دولار او ايا يكن المبلغ اللي انت بتحدده، وبيدفعوا لك فلوسها كل شهر. فانت كده بتعمل ربح كل شهر بيجي لك حتى لو صغير، بس حاجه بنقول عليها الربح التراكمي. فهتلاقي ان المبلغ ده زاد وبقى زي ما بيقولوا كده راس المال بتاعك. تاني حاجه هي الاي اي انتجريشن اند اوتوميشن، وده مش الاوتوميشن اللي انت بتعمله على ان او الحاجات دي، لا. المطاعم اللي حواليك او الناس اللي حواليك او اي حد عايز مبرمج حواليك، هو عايز يبرمج الدنيا او يخلي الدنيا بتاعته تشتغل من غير ما هو يتعب او من غير ما هو يعمل فيها مجهود كبير قوي. فانت بكل اختصار هتوفر له حاجه وتدمجها له في السيستم بتاعه لو عنده سيستم، تدمجها له في السايت بتاعه لو عنده سايت، حاجه بسيطه تبيعها برده كمايكرو ساس بس مدموجه بالاي اي، فتبقى انتجريتد مع الاي اي او تعملها بالاي اي. فبالتالي هتوفر عليه حاجات كتير، مثلا زي تسجيل وحضور الغياب في السناتر بشكل اي اي، بشكل اوتوميشن او بشكل اوتوميشن انك تروح للسنتر انا اوفر لك سيستم حضور وغياب. السيستم ده بكل اختصار هيبقى فيه QR كود انت بتغيره كل يوم للحصه، الطالب بيسكان بيمضي لنفسه حضور مع ابلكيشن صغير. فهنا انت قدمت له حل هو من وجهه نظره ان هو اي اي سيستم او اي اي انتجريشن، بس في نفس الوقت انا وانت عارفين ان ده حل بسيط وسهل ان هو يتعمل. المصدر الثالث وهو التعاقدات الشهريه او اللي بنسميه ذا ريتيرنال موديل. الموديل ده بكل اختصار لو انا بطلع للمدرس منصه تعليميه، انا مش عايزه يدفع لي 2000 او 1500 او حتى 3000 او حتى 100000 جنيه مره واحده. انا عايزه يدفع لي 1000 جنيه او 500 جنيه. انا بديك ارقام وهميه، ما تشتغلش الارقام اللي انا بقول لك عليها دي. انا عايزه يدفع لي 1000 جنيه او 500 جنيه لمدى العمر او لطول ما هو شغال معايا. فانا بالتالي عملت ربح متراكم برضو شبه الحته اللي اتكلمنا فيها عليها فوق، بس مش مايكرو ساس. انا بقدم لك سيستم مع شويه دعم، شويه خدمه دعم وهكذا. لو لاحظت سله، شوبيفاي، الحاجات الكبيره دي بتشتغل بنفس النظام. فانا عايزك تحول شغلك من فريلانس تحوله للموديل اللي احنا اتكلمنا عليه دلوقتي، انك تحاول لو هتاخد مبلغ قليل في الاول بس تاخد مبلغ كل شهر. رابع حاجه ودي حرفيا ما كناش هنشوفها ولا انا ولا انت ولا اي حد الا مع ظهور الاي اي، وهي بكل اختصار مراجعه الاكواد اللي بتطلع من الاي اي. يعني انا عايزك، انا كزياد مثلا عملت سيستم بالاي اي، انت هتخش تعرض عليا خدمتك انك هتراجع لي الكود اللي انا عملته بالاي اي، وهنشوف الكود ده نقاط القوه نقاط الضعف، هنحل نقاط الضعف ازاي وهنقوي نقاط القوه ازاي. فبالتالي انت عملت مراجعه للاي اي، وطبعا ما تروحش تعمل لي مراجعه لكود اي اي بكود اي اي، ما تتزكاش عليا ما تتزكاش عليا. المصدر الخامس بقى وهي انك تبني الديجيتال برودكتس. لو دخلت على موقع شبه انفاتو إلمنت او اي موقع في الدنيا بتبيع تمبلتس، هتلاقي ان حرفيا الناس اللي بتبيع التمبلتس دي عندهم الملايين من المبيعات. طب المبيعات دي بتيجي ازاي؟ بتيجي انك تبني تمبلت مستقر، تمبلت فعلا هيكون ليه احتياج، تمبلت فعلا حد او ناس كتير تقدر تستخدمه.
وطبعا تبنيه بستراكشر نضيف، بكود نضيف، بكل حاجه نضيفه، بحيث ان هو يبقى سهل عليك انك تنزل منه فيرجن تاني وتالت، ويبقى سهل عليك انك تعمل فيه كذا حاجه، وسهل عليا ان انا زياد لو هشتريه ان انا اعدل فيه. بس واخر حاجه وهي صناعه المحتوى التدريبي. يعني انا عندي الورك شوب المجانيه بتاعتي اللي هي ازاي تبني مبرمج ناجح، انا بقدمها بشكل مجاني كل شهر عشان اسوق فيها للكورس بتاع نيكست جي اس بتاعي. فلما بسوق للكورس بتاعي جوه الورك شوب دي، فبالتالي انا بجيب رجلك كمشاهد. لو اشتركت عندي للكورس مثلا سعره 1500 1800 2000 3000 ايا يكن، نزل عليه خصم او مش نزل عليه خصم، فلما حضرتك تشترك فبالتالي انا بكسب ربح ده جاي لي من محتوى انا صورته مره واحده، وهيجي لي بعد كده. كل الطرق السته اللي قلت لك عليها دي بتعمل دخل ممتاز، بس في فخ بيقع فيه اغلب الشباب، وهو انه بيشتت نفسه ويحاول يعمل الست حاجات دول مع بعض. النتيجه بقى ان هو يضيع وقته وما يعملش اي حاجه من الحاجات دي. فنصيحتي ليك انك تركز في مصدر واحد يناسب المستوى اللي انت فيه دلوقتي. خلي مصدر الدخل ده تتقنه وتدخل منه فلوس وبيدخلك فلوس وانت نايم، وبعد كده روح للمصدر اللي بعديه على طول. فما تعملش حاجتين في نفس الوقت. وعشان كل مصادر الدخل دي محتاجه انك تكون واقف على ارض صلبه وبتعرف تطلع كود كويس وتعرف تشتغل صح، فانا عندي الورك شوب المجانيه اللي قلت لك عليها بتاعت ازاي تبني مبرمج ناجح. دي بنطلعها لايف كل شهر، بنجمع نفسنا مجموعه ونطلع لايف على ديسكورد كل شهر ونتكلم ونشوف. وفي كتيب كمان مجاني مع الورك شوب دي. فلو عايز تعرف اكتر عن الورك شوب دي هتلاقي اللينك تحت في الديسكريبشن. سبسكرايب واللايك المتين بتاعك، وترشح القناه لو عجبتك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.